حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنرسم مع بعض الاشكال اللي احنا عملناها. للي ما شافش الزينه دي اتمنى تشوفوها. عملنا زينه قويه جدا، اقوى زينه من الفوم، جميله جدا وتقدري تبتكري زي ما انت عايزه. عملنا الفانوس ده مع الهلال مع النجمه، كانت زينه. وكمان عملنا معاها الفوانيس دي، وكان ده هو اللي في الوسط. طبعا لاني بتعملي كذا فرع فهتعملي كذا واحد منهم، وكمان زينه الفانوس ده. فدلوقتي حبايبي طلبوا ازاي نعرف نرسمهم، او ممكن تعمل لنا فيديو ازاي بنرسمهم. طبعا ممكن، واهو الفيديو اهو حبايبي، وان شاء الله يعجبكم. هنعمله دلوقتي، هنرسم الهلال والنجمه في الاول. تمام، دلوقتي نفترض ان ده طبق عادي. هنبتدي نرسم الهلال كانه طبق يعني مقفول من النص. تمام، هاجي همسك بالشكل ده على طرف الورقه عشان ما بوظهاش، وارسم الدايره بتاعتي، واجي قدام شويه بالطبق بتاعي كده اهو، واروح واخده خط بالطبق برضو بتاعي كده واقفله. هيطلع الهلال عندي كده. تمام، طبعا بيبقى معاكي الاستيكه بتاعتك، تبداي تشيلي الزياده، وبكده حبايبي عندكم الهلال. تاني حاجه هنرسمها طبعا النجمه، سهله وبسيطه. هنرسم النجمه كاني بندي حد علامه صح. تمام، بالشكل ده حبايبي. وهنبتدي نمسح طبعا الحروف اللي جوه. نيجي للفانوس بتاعنا حبايبي، الهلال اللي هو ده الشكل الاولاني. طبعا ده فيه زجزجه من تحت، تمام، غير الزجزجه اللي هي عاملينها احنا بالقلم، وسهله جدا على فكره وبسيطه. احنا نرسم اهم حاجه الشكل الاساسي بتاع الفانوس. هنعمل شكل الهلال بتاعنا كأنك بتعملي حرف السي، بس بتطلعيه سنه شويه، وهتيجي تقفلي حرف السي بسي تانية صغيره. وبعد كده من المنتصف هعمل مثلث. تمام، واجي هنا اروح عامله بالشكل ده خط. تمام، وبعد كده هاجي انزل بدايره وانزل كاني فتحه القله، كانك بترسمي قله. تمام، بميل كده. وهنا بقى عايزه انتي تقصيها بالشكل ده، بتقصيها بالشكل الزجزجه ده. وهنا طبعا بنحط الزينه بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده بتحطي عينين، ما عندكيش عينين اي ورقه وعليها بالالوان تلوني الابيض، وبتحطي الفم. وده الفانوس. بعد كده هبتدي اعمل كده دايره تاني وانزل كده نفس اللي هنا. تمام، بس انا تقلتها. وبعد كده حبايبي باجي اخد مثلث، ومن هنا مثلث. لازم الاتنين يكونوا قصاد بعض. تمام، بالشكل ده. وعشان اتاكد ان هما قصاد بعض بقفل الخط بتاعي من هنا من البدايه، وهنا برضو من البدايه، ومن النص. تمام اهو كده. ومن النص بروح عامله الخط بتاعي ده، يبقى انا كده ظبطته. وبعد كده بروح عامله نص مثلث تاني كده شكل ال8 ده، ومن الناحيه التانية بتبص لها اهو. طيب نيجي للخطوط. اشوف هنا بقى حجم الفانوس بتاعي، انا عايزاه اصلا كلي حجمه قد ايه. تمام، وبتقيسي عليه قبل ما يعني مثلا الفوم هتقطعيها 4، فبتقيسي الاول. فعايزاه طويل، عايزاه قصير. مثلا انا عايزاه لحد هنا النقطه دي. تمام، سطر اهو، انتي بتشوفي السطر. هاجي من هنا الخط بتاع دي، يعني كل واحده هنزل منها خط. الخط ده هينزل بزياده شويه سطر. شايفين حبايبي الفرق ده هنا وده هنا. تمام، وهقول لكم ليه. ونيجي في النص هيبقى نازل لحد هنا برضو معتدل، والطرف الاخير من هنا تمام بتاعي هينزل
هينزل لحد قبليها بسطر. يبقى انا عندي اهو هنا سطر، 2 قصيرين و2 طوال. ليه بقى؟ هنا هوصل ده بده كده هيديني الميل بتاع الفانوس اللي انتوا شايفينه ده، الميل ده. وده نفس الكلام هوصله بالناحيه التانية هيديني الميل ده. وبعد كده في النص هيبقوا متساويين بكل سهوله كده. وبنيجي هنا بنرسم المربعات بتاعتنا اللي هي الفراغات دي ازاي. اتجاه الخط ده بتتجهي معاه وبترسمي وبتخلي مسافه عشان تفرغي. يعني مثلا ده كده، ده اتجاهه ازاي كده، واتجاهه الناحيه التانية كده اهو، وراح خط خط. ده اتجاه الخط مايل. وهنا حبايبي نفس الكلام، هاجي اعمل بقى كده واسيب مسافه اللي هي المسافه بتاعه دول عشان احط الالوان بتاعتي من تحت. هرسم كده مربع برضو سطر وسطر زياده عشان يديني الميل بتاع الفانوس. وفي الاخر هيبقى عندي الفانوس بالشكل ده حبايبي زي ما انتوا شايفين. سهله جدا وبسيطه اللي هي الرسمه دي. تمام. هنعمل مثلث من فوق وناخده كأني بهرسم قبة الجامع بالشكل ده. هو المثلث بيبقى صغنوني كده تمام، بس انا هنا مطولاه شويه علشان الخرم اللي انا هخرمه ويتعلق منه. وبعد كده هعمل له سن مدبب وانزل تاني. وبعد كده هروح نازله بقى طول الفانوس بتاعي ايه اهو بالشكل ده. ومن الناحيه دي هروح عامله داخله لجوه كده واعمل دايره كده، نص دايره كده. وبعد كده هاخد القبه لتحت وانزل السبعه تقابل السبعه اللي فوق. تمام. الناحيه التانية برضو هدخل كده، وبعد كده هخرج بدايره نص دايره، وبعد كده هاخد دايره تانية واقابل السبعه تحت كده حبايبي. وفي الخط ده ما بين الخط اللي هو الخط ده كده هرسم 3 اشكال برضو بنفس الطريقه. هخليه لتحت، مش هعمله بميل، يعني مش هميلها كده، لا هاخدها لتحت كده حبايبي. وهيطلع معاكي الشكل اللي هو ده. يا رب يكون كان الرسم سهل بسيط. هو مش مظبوط قوي معايا عشان برسم بالالوان مش بالقلم الرصاص، بس يا رب تكونوا عرفتوا ترسموها وتعملوا بقى ستنسل علشان رمضان كل سنه وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش لايكاتكم وكمان تعليقاتكم الجميله، وعايزين تشوفوا ايه المره الجايه، وانتظروني بحاجات اقوى واقوى. واقول لكم مع السلامه.